وحاوية وحاوي ايه الشيء اللي انا ماسكه ده؟ طبعا كلنا عارفين الشيء ده اسمه الفانوس. عايز اقول في البداية ان فانوس كلمة ما هيش عربي، فانوس دي كلمة يونانية كانت بتتقال على المشعل او السراج او اي وسيلة من وسائل الاضاءة، المصباح باللغة اليونانية اسمه فانوس. ولكن انتقلت الكلمة للعرب وبقت تستخدم للإشارة إلى السراج أو المشكاة أو وسيلة الإضاءة، اسمه باليوناني فانوس، وانتقلت الكلمة وبقت مستخدمة عند العرب. ولكن إيه ارتباط الفانوس أو وسيلة الإضاءة دي بشهر رمضان؟ جت منين؟ جت يا سيدي من ان في العصر الفاطمي، طبعا مع حضور اول الخلفاء الفاطميين في مصر، لان كانت الدوله الفاطميه تاسست في تونس في المهديه زي ما كلنا عارفين. لا، حضر بقى الخليفه الرابع وهو الاول في مصر اسمه المعز لدين الله الفاطمي، وتصادف حضوره بعد انشاء مدينه القاهره اللي اسسها له القائد بتاعه جوهر الصقلي، تصادف حضوره في شهر رمضان. فكانت الناس في مصر مستعده لاستقباله بقى، كان جاي مساء وفي رمضان، فلازم يبقى فيه وسيله للاضاءه يستقبلوا بيها. ابتكر بقى اصحاب الحوانيت اللي هي بيصنعوا الشموع، يسموهم الشماعيه، فكره ان يتعمل الفانوس ده والناس ماسكاه في ايديها كده في استقبال الخليفه المعز لدين الله. وطبعا كان له شهره بقى في العالم الاسلامي وله نسب مع النبي الكريم، وهو من نسل السيده فاطمه الزهراء، فكان لازم يبقى فيه زي حفلة كبيرة لاستقباله وهو جاي مصر سنة 358 هجريا زي ما هو معروف. وفضلت حكاية ارتباط الفانوس بشهر رمضان في العصر الفاطمي تظهر قوي قوي مثلا في عهد الحاكم بأمر الله سادس الخلفاء الفاطميين، وكان معروف بتفاصيله العجيبة وبقراراته العجيبة. من قراراته مثلا انه كان مانع ستات مصر انهم يخرجوا من البيت، ممنوع الست تخرج من البيت خالص. كان عنده غيرة وحمية ويكره سفور النساء وظهورهم متبرجات وحاجات زي كده. فكان الشهر الوحيد المسموح للمرأة المصرية انها تخرج فيه هو شهر رمضان في زمن الحاكم بأمر الله، وحكمنا يجي 25 سنة. فطب هتخرج بقى لابد يتعمل لها تفاصيل أو إجراءات. مسموح لها تخرج طبعا إذا كانت هتفطر عند أختها، هتزور واحدة، مسموح لها بالتزاور. لابد تخرج بأوامر الحاكم بأمر الله وقدام منها طفل صغير ماسك فانوس، بحيث ان الرجال اللي ماشيين في الشارع في الطرقات اول ما يشوفوا منظر الفانوس، افتح الطريق يا جدع في ست معديه، اوعى يا جدع في ست، لان طبعا اللي كان هيتشاف بيبصبص لها ولا بيبص عليها ولا نهاره اسود مع الحاكم بامر الله، فده موضوع مش سهل. فكانت الفانوس اشاره ان افتح لها الطريق كواحده ست معديه، موضوع كبير جدا في زمن الحاكم بامر الله. وكمان عايزين نقول ان اشهر فانوس كان موجود في العالم الاسلامي يسموه فانوس السحور، ده كان بيتعلق على مأذنة كل مسجد ويفضل منور بالليل، وطول ما هو منور تقدر تاكل وتشرب. لكن اول لما مشايخ المسجد يطلعوا ينزلوه ولقيته انطفى، اعرف ان دي وقت الامساك وامتنع عن الاكل والشرب. فخد شهرة كبيرة جدا في العالم الاسلامي فكرة فانوس السحور، ومن هنا ارتبط فكرة وسيلة الاضاءة دي بشهر رمضان من حضور المعز لدين الله في الشهر الكريم واستقبال بالذات بقى اصحاب المحلات وكمان الاهالي من المصريين له بالفانوس. ومن هنا جاء ارتباط الفانوس بشهر رمضان المعظم. وعلى مدى التاريخ المصري تفنن زي ما بنقول الشماعية بقى في منطقة النحاسين في صناعة الفوانيس، وطبعا هو شكله مستوحى بقى في الطراز الإسلامي من شكل مأذنة المسجد أو المسجد اللي واخد هذا الشكل. فكل ده طبعا شكل إسلامك، وبقى فيه ابتكارات كتير جدا أبدع فيها بقى بالذات في القرنين الثامن والتاسع الهجري صناع الفوانيس والمصابيح في مصر بالذات. ومن هنا انتشرت فكرة الفوانيس وراجت الفكرة في العالم الإسلامي كله. وبكده نكون اتكلمنا عن الفانوس، وكل سنة وانتم طيبين.